عارفين الحقنة اللي بيقولوا عليها السحرية؟ اللي بتتاخد من هنا وتقوم زي الحصان من هنا؟ الحقنة دي للأسف ممكن تكون هي الضربة القاضية لمناعتك. امبارح جالي صيدلية شاب رياضي زي الورد اسمه كريم وجاري في المنطقة. كان وشه أصفر وتعبان جدا ومستعجل. قال لي يا دكتور بالله عليك الحقني بالكوكتيل المتين، عندي شغل مهم ومش عايز انام ولا احس بحاجة. بصيت له وانا زعلان عليه وقلت له يا كريم يا ابني، انت كده مش بتعالج نفسك، انت بتخدر الحارس اللي بيحمي جسمك وبترمي سلاحه. كريم استغرب، فرحت مفهمه الموضوع ببساطة. قلت له الحقنة دي فيها 3 بلاوي. أولهم الكورتيزون، ده بيوقف جهاز المناعة بتاعك تماما، يعني أكنك سايب باب شقتك مفتوح للحرامية وتقولهم اتفضلوا. وتانيهم المسكن، ده بيسكت الوجع بس المرض لسه شغال جوه بياكل فيك. والتالتة دي الكارثة، المضاد الحيوي، وده ملوش أي لازمة في البرد، لأن البرد فيروس والمضاد ده للبكتيريا، يعني انت بتضرب نار في الهواء. عشان كده احفظوا الجملة دي كويس، اسمع جسمك قبل ما يصرخ. الراحة والسوائل الدافية وشوية صبر هم دول العلاج بجد. أنا مرضتش أدي الحقنة الكريم عشان خايف عليه، ودلوقتي بسألكم انتم بصراحة كده، حد فيكم يعرف شخص تعب بجد أو حصل له مشاكل بسبب الحقنة دي؟ احكوا لنا في الكومنتات عشان نوعي غيرنا. خلصت حكاية النهاردة، بس حكايات العلم ما بتخلصش. استنوني في الحلقة الجاية عشان ورا كل دواء حكاية.